تعالوا بقى النهارده كده هنعمل سويس رول حلو جدا كمان، من غير بيض ومن غير كيك ومن غير اي حاجه خالص. هتعمله بس بمكونين اتنين وهيطلع معاكي تحفه جدا جدا جدا. شايفين بقى شكله كمان من جوه، هو ما كانش جامد كويس وانا قطعته علشان اوريهولكم من جوه. عايزه اقول لكم بقى الطعم وشكل تحفه. يلا بقى نروح على الفيديو. معايا هنا بسكوت، باكيت بسكوت ده عند العطار بيتباع، هتلاقيه. هنحط عليه بعد ما تفتحنيه كويس جدا ناعم كده، نحط عليه معلقتين من الكاكاو الخام وهنقلبهم كويس جدا. لو انت عايزه مسكر شويه ممكن تضيفي عليه معلقتين سكر بودره، مش حابه مسكر قوي يبقى كده تمام. هنقلب بقى كويس جدا جدا، وبعدين هنزل بقى بربع كوبايه من السمنه البلدي او السمنه العاديه او الزبده، اي نوع حاجه عندك. وهنعجنه بقى بايه، بنص كوبايه من الحليب. وطبعا الحليب بتاعك حسب ما يكون ساقع من التلاجة. وكمان لو لقيتي البسكوت لسه عايز حبه كمان هنضيفي معلقتين 3، مفيهاش اي مشكله. هنجيب بقى كيسين كده من التلاجة هنفردهم بالشكل ده، وهنبدا نفرد البسكوت عليه لغايه بقى ما يتفرد معايا كده كويس. شايفين؟ بس الافضل بقى ان انتي ما تفرديش البسكوت الطبقة تكون خفيفة، لا خليها سميكة شوية عشان يطلع معاكي مظبوط. شايفين بالشكل ده؟ الوصفة دي سهلة جدا وهتوفر عليكي حاجات كتير، ولا دقيق ولا بيض ولا اي حاجة، وهيبقى حلو جدا جدا. شايفين بقى؟ بعد ما نفردهم كده كويس جدا هنجيب بقى ايه، الكريم شانتيه الخام بتاعنا. هنا نص كوبايه من الكريم شانتيه الخام، هضيف عليها معلقتين من السكر وكمان ربع كوبايه من الميه، وهضربهم كويس جدا. وبعدين هفردهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انا هضيف يعني طبقه كده خفيفه، ما تكونش تقيله قوي، لان احنا هنلف رول علشان ما يطلعش الكريمه من كل حته. شايفه بالشكل ده؟ افرجي بقى كويس، والله ده مش مكلف قوي يعني، وهيبقى معاكي حلو جدا وحاجه حلوه للولاد من غير تكلفه، وهتطلع جميله ما شاء الله. شايفين بالشكل ده؟ طبعا بنفرد بقى الكريمه بتاعتنا بسمك خفيف شويه، ما يكونش تقيل علشان ما تلف السويس رول معاكي يطلع مظبوط. شايفه بالشكل ده اهو. والاطراف بقى اللي في الجناب دي انا مش بزود فيها الكريمه او مش بحط عندها الكريمه، لانك وانتي بتلفي السويس رول وبتضغطي اوريدي الكريمه هتطلع معاكي للاطراف. شايفه بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده؟ وهبدا الف الرول كده. شايفين؟ انا بقول لكم ليه حاولي ان انتي تكوني الطبقه بتاعه البسكوت سميكه شويه، علشان وانتي بتلفي كده ما يطلعش معاكي من كل حته ويبقى مظبوط معاكي. شايفه اهو؟ تلفي وتضغطي بشويش، تلفي وتضغطي لغايه ما يظبط معاكي كويس. وبعدين بقى بلفه كده بالاسترتش واحطه في الفريزر او في التلاجة لغايه ما يتماسك. وهبدا بقى اجيب هنا كده عندي شوكولاته خام سيحتها كده على حمام مائي، وبعدين ضفت عليهم بقى معلقه من الزيت وحطيتها كده في كيس تلاجة او اي حاجه عندك. وبعدين هنعمل بيها خطوط رفيعه زي ما انتم شايفين كده للتزيين. وكمان هتداري لو عندك حته بقى مقطوعه، حته يعني ملخبطه شويه او مش باينه، كله ده هيدير. هنعمل بقى روزيتات كده من باقي الكريم شانتيه اللي احنا حطيناه من جوه في الحشوه. وبعدين هحط على كل واحده كده، على كل روزيتا واحد لوزه. شايفين بقى الشكل والجمال؟ عايزه اقول لكم شكل وطعم خطير جدا. شايفين بقى؟ اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه دي وتعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه علشان يوصلكم كل جديد.